ايه فكره برنامج صوت الكيان؟ وليه اصلا انا مسمي البرنامج صوت الكيان؟ انا مسمي البرنامج صوت الكيان. البرنامج ده هينزل كل يوم حد الساعة 10، إلا لو في ماتش للأهلي مثلا يوم الأحد، فالبرنامج هينزل قبلها يوم سبت أو يوم اتنين. والبرنامج ده هيبقى معمول مخصوص لأي حد يسيء للأهلي أو يتكلم على الأهلي بطريقة وحشة. أي حد أيا كان هو مين هنطلع نرد عليه هنا مع بعض. وهي دي الفكرة من البرنامج، وهي دي الفكرة من اسم البرنامج. والنهاردة إحنا جايين نرد على جماهير الزمالك وعلى نغمة نادي المبادئ، وهنشرح مع بعض هل صفقة إمام عاشور مفيدة للأهلي ولا لأ، وأنا نادي المبادئ ليه، وهأكد لكم النقطة دي مع بعض في قلب الحلقة. أنا ناوي إمام عاشور أهلاوي. خدناه من فم الأسد وريحوا انتوا بقى شوية على جنب، عشان احنا جايين نتكلم في كام نقطة عن إمام عاشور وعن الأهلي ونادي المبادئ اللي انتوا ماسكينها لنا زي اللي بنا دلوقتي عمالين ترددوا فيها، مش لاقيين حاجة تعملوها فماسكين لنا إيه؟ نادي المبادئ نادي المبادئ. تعالى مع بعض هقول لك انا نادي المبادئ ولا لا. وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو ده. امام عاشور اهلاوي 5 سنين، وخلي بالك يا مان واوعى تودي فتوح اليونان. هنتكلم مع بعض النهارده عن امام عاشور والنادي الاهلي في كام نقطه كده هنشرحهم مع بعض. وهنبدا مع بعض باول حاجه، هل امام عاشور صفقه سوبر؟ امام عاشور صفقه سوبر. احسن لاعب رقم 8 في مصر؟ احسن لاعب رقم 8 في مصر من بعد عمرو السوليه. ومش عايز اكذب عليك واقول لك، ومش عايز ابقى يعني، ومش ببالغ لو بقول لك ان هو هيبقى احسن من السوليه. ليه؟ ده لسه لاعب صغير، لسه لاعب عنده طموح. هو جاي الاهلي عشان هو جاي يعمل بطولات وجاي يعمل تاريخ لنفسه. زملكاوي الله اعلم، هو كان بيلعب في الزمالك وكل حاجه، بس هو زملكاوي، ممكن يكون زملكاوي، بس انا ليا في الجديد. هو دلوقتي في الاهلي بقى اهلاوي خلاص. ونخش مع بعض على طول. ثاني نقطة، هل إمام عاشور هيفيد الأهلي؟ يعني انت هتستفاد منه، ولا انت جبتها صفقه تعمل بوم وتعمل شياط في 100 عقبه وخلاص؟ ولا ايه الافاده اللي هيفيدها لك امام عاشور؟ امام عاشور هتقلي نص الملعب جدا. ما عنديش لاعب رقم 8 مميز زي امام عاشور. يعني انت عندك في نص الملعب، عندك نص ملعب تقيل جدا، مفتقد اللاعب اللي زي امام عاشور. ازاي يعني انت ما عندكش لاعب ينزل ياخد الكره من المدافعين من تحت ويعمل دريبلنج بالكره يطلع بيها يطلع بالكره لقدام؟ انت عندك كل لعيبه نص الملعب ضاغطه، يعني بيقطعوا الكوره اكتر من هم عندهم لمسه فنيه حلوه. امام عاشور عنده النقطه ديت مميزه جدا، وهيضيف لك لنص الملعب. يبقى هنا امام عاشور فادني، هيفيدني جدا. بيشوط حلو قوي قدام الجون، بيسدد من اماكن لما يكون في لعب مقفول، بيسدد من اماكن كويسه جدا، ورجليه كويسه جدا جدا على الجون. وهو في الاول وفي الاخر لاعب مصري. يعني انت دلوقتي تقدر تفضي القندوسي تطلعه اعاره ولا حاجه، وتجيب اي لاعب اجنبي تاني مكانه، مثلا اللي هو رضا سليم او بن شرقي او المهاجم اللي انت بتفاوضه من النيجر ده. يبقى تاني نقطه معانا ان امام عاشور هيفيدني. امام عاشور هيفيدني جدا، هيفيدني جدا. نخش مع بعض على طول النقطه الثالثه، هل امام عاشور عامل حرقان وشياط في 100 عقبه؟ اسال اي واحد زميلك كده زملكاوي، قول له تعالى امام عاشور عامل لك حرقان اللي هو راح الاهلي؟ هيقول لك بس يكون زميلك. كان على السوشيال ميديا هم كلهم طالعين ايمان ايمان، وكله عمال يقلل من امام عاشور عشان هو راح الاهلي خلص. لكن لما كان عندهم في مصر كان احسن لاعب في العالم. هو ده الزمالك وهي دي جماهير الزمالك. فما تسمعش من اي واحد زملكاوي يقول لك امام عاشور مش هيفيدك، انت عندك نص الملعب احسن منه. انت بالذات محتاج امام عاشور من بعد ما طلعت حمدي فتحي راح قطر، فانت بقيت محتاج حد يملى الحته ديت، اللي هو نص الملعب اللي بيخش مهاجم تاني، اللي هو كولر بيعتمد عليها اصلا في معظم ماتشاته. وياما خلص لك بقى ماتشات زي ماتش الرجاء هنا وماتش بيراميدز وماتش الزمالك، ماتشات تقيله قوي خلصتها بالفكره دي. فانت محتاج لاعب يكون على مستوى عالي، وهيفيدك جدا في النقطه دي، وهيبقى احسن من حمدي فتحي، لان امام عاشور اصلا عنده نزعه هجوميه حلوه جدا واحسن من حمدي فتحي، والكره تحت رجليه سهله. يبقى كده خلصنا مع بعض من ثالث نقطه. حاجه عجبتني قوي بقى في تقديم امام عاشور، انت ما حاولتش تعمل بيه اي كلاشات مع جمهور الزمالك، ما عملتش بيه اي كيديات اللي انت تدخل اللاعب في كلاشات مع الجماهير. ازاي يعني انت ما شتتش تفكير اللاعب
اللي هو يستفز حد من جمهور الزمالك، والله اعلم برضه. يعني ممكن انت تكون عايز تعمل حاجه زي كده واللاعب مثلا ما رضيش، بس انا مبسوط ان حاجه زي كده ما حصلتش. ليه؟ انت لو كنت عملت حاجه زي كده مع امام عاشور وخليته يضايق مثلا جماهير الزمالك، كان هيبقى على طول تفكيره مشغول بجماهير الزمالك، وكنت هتطلع اللاعب بره الملعب من بدري. ازاي؟ يعني دلوقتي انا مش عايز اللاعب يبقى مشغول باي حاجه غير الملعب. انت ما عملتش بقى اي كيديات، ما حاولتش تضايق بيه جمهور الزمالك، لان انا متاكد لو كانت الصفقه دي الناحيه الثانيه كان التقديم بتاعه كان هيطلع مثلا ممكن يكون ماسك تيشيرت الاهلي مثلا بيقلعه وبيلبس تيشيرت الزمالك، كان هيعمل بيه اي حاجه تضايقك. بس هنا الفرق في العقليه، هنا الفرق في التفكير. انت ما حاولتش تطلع اللاعب، خصوصا اللي هو لسه لاعب صغير، ولو عملت حاجه زي كده انت ممكن تفقده خالص الايام اللي جايه، ممكن تفقده خالص تركيزه في الملعب، هيبقى كل تفكيره بره الملعب ان جماهير الزمالك انا ضايقها او ما ضايقهاش، او الجماهير بتشتمني، انت ما عملتش اي حاجه من دي. نيجي بقى لنقطه مهمه قوي جماهير الزمالك ماسكاها، ان امام عاشور ندمان اللي هو راح الاهلي، وجايبين صورته مثلا وهو موجود في ماتش حرس الحدود وهو قاعد. انا شفتها، انا قلت هو وشه مخطوف، اللاعب خايف داخل على حاجه جديده. لكن ما تجيش تقول لي اللاعب ندمان، لاعب ندمان اللي ماضي 5 سنين ده ازاي هيبقى لاعب ندمان؟ اصل انت ما جبتهوش ومسكت ايده وخليته يمضي، لا اللاعب جاي من الدنمارك. اقول لك على حاجه، اللاعب خارج من الزمالك وعارف اللي هو رايح على الدنمارك وهيرجع على الاهلي. ما تقوليش ازاي، ما اعرفش، دي حاجه مش بتاعتي ومش بتاعتي، هي حاجه كل جماهير الكره المصريه اول ما امام عاشور خرج من الزمالك قالوا هيرجع على الاهلي. هي معروفه ان الاهلي عايز لاعب انا مش رايح افوض الزمالك اقول له انا عايز امام عاشور. اللاعب لو عندك ب 25 جنيه هتيجي تقول لي بمليون جنيه، مش هاجي افوضه من عندك. لكن انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اطلعه بره واجيبه من بره لو اللاعب ليه رغبه. يعني اللاعب لو ليه رغبه يطلع بره ويرجع على الاهلي، فهو اكيد الكلام ده كان متنسق مع امام عاشور، ما تفاجئش بيه. ما تجيش تقول لي اللاعب ندمان، اللاعب لو ندمان يا حبيبي مش هيمضي 5 سنين. فنفهم ايه من هنا؟ ان اللاعب ماضي 5 سنين وخارج من الزمالك وعارف اللي هو يرجع على الاهلي وكل دوت. نفهم ان اللاعب اللي هو مخطوف، او انا معاك اللي هو كان اللاعب قاعد مخطوف مصدوم في رهبه، الله اعلم. بس اللاعب هنا مش عارف هو لسه داخل على ايه. انت بتلعب في الزمالك امبارح، جيت النهارده رايح الاهلي وقاعد في وسط جماهير الاهلي، ونازل الاهلي بياخد الدوري، نازل تحتفل معاهم بالدوري، ومن بكره هتلبس شيرت الاهلي وممكن تلعب قدام الزمالك. فاللاعب لسه صغير ولسه خايف مش ندمان. فانت ما تحاولش تمسك لي النقطه الصغيره تكبرها تخليها لي قد كده بمزاجك، وتحط لها مسميات على مزاجك. ونادي المبادئ، تعالى هنا قول لي انا نادي المبادئ في ايه؟ بتقول لي اصل بتقول لي اصل امام عاشور غلط في الاهلي وغلط في رمز الاهلي وغلط وضرب وليد سليمان وعمل معاك. اللاعب طلع اعتذر كم مره. هل لو انا ما جبتش امام عاشور، يعني الاهلي جه بكره قال لك احنا فسخنا عقد امام عاشور عشان مثلا غلط في الاهلي، او قبل ما يعني مصر كلها كانت بتقول لك امام عاشور مضى مع الاهلي، وطلع مثلا محمود الخطيب تاني يوم قال لك احنا ما مضيناش مع امام عاشور عشان غلط في صالح سليم وغلط في الاهلي وضرب وليد سليمان. انت كزملكاوي كنت هتيجي تقول لي انت فاهم نادي المبادئ؟ والله العظيم كذاب، ولا هتقول نادي المبادئ ولا اي حاجه. انت كده بس كنت بتحاول تنشرها عشان خاطر الاهلي او الجماهير تضغط على الاداره ما تجيبش امام عاشور. لكن انت اصلا هتموت من الصفقه، وعارف ليه مالهاش علاقه بالمبادئ ولا الكلام دوت. الاهلي نادي المبادئ، مبادئي بحطها على اللعيبه اللي عندي. لاعب غلط عندي همشيه، لاعب عايز اجدد له وهو بيفكر وماضي مع نادي تاني انا هجيبه واجدد له وهجمده، مش هخليك تستفاد منه وانا مش عايزه. طالما هو ما كانش عايزني انا مش عايزه. انا جبت اللاعب جمدته، عبد الله السعيد انت اتصورت مع اللاعب ب 40 مليون جنيه. رمضان صبحي كان ماضي مع بيراميدز وبيفكر يجدد للاهلي ولا لا، وعمال يلاوع في الاداره وفي الجماهير. انت عندك ساعه وترد عليا، ما بفضلش ابوس الايادي بن شرقي وساسي، ومش لازم نعد ملناش دعوه. بس انا ما بفضلش ابوس ايد اللاعب عشان يجدد لي. اللاعب لو حسيت بنسبه 10% اللي هو مش عايزني، فانا بقيت 90% انا مش عايزه ومش هجدد له. ودي السياسه اللي بيتبعها كله دلوقتي، اللي بيقول لك اللاعب انا عايزه في الفرقه بس لو هو مصمم ان هو يمشي مشيه. انا عايز اللاعب اللي هو عايز يقعد وعايز يلعب. فما تجيش النبي انت تقول لي نادي المبادئ عشان انت رمضان صبحي كان ماسح بكرامتك الارض
وكان بيقف على الكوره وكان بيطلع عينيكم طول الماتش، وانتوا لحد دلوقتي هتموتوا عليه وتجيبوه الزمالك، وهو اللي مش عايز يجي الزمالك. فما تطلعش والنبي تقول لي بقى نادي المبادئ ومش نادي المبادئ. فوالنبي انت ما تجيش تعبان تقول لي نادي المبادئ ومش نادي المبادئ، عشان انت ولا عندك مبادئ ولا كرامه ولا اي حاجه. انا نادي المبادئ والكرامه في اي لاعب عندي بيغلط فيا او بيغلط او بيلاوع الاداره او الجماهير، انا بركنه على جنب على طول. زي حسام عاشور مثلا كده، رمز وكان معاه بطولات بعدد بطولات الزمالك كلها، طلع عمل فيديو انتقد فيه الاداره على السوشيال ميديا، وطلع نفذ رغبه شخص ما عشان يهد في الاداره، انت ركنته. ده لو كان في الزمالك كانت بناه تمثال. فخلينا والنبي ساكتين في حته المبادئ دي، بلاش انتوا تتكلموا فيها. واخيرا يا امام عاشور، مبروك عليك النادي الاهلي، النادي اللي هيحقق لك حلمك وهيخليك تلعب في كاس العالم وهيجيب لك افريقيا وهيجيب لك الدوري وهيخليك تعمل تاريخ لنفسك عبال ما تكبر كده، يعني سنتين 3 4 تلعبهم في الاهلي. مش هقول لك بقى ايه بقيت عمرك كله، انت تلعب بس الخمس سنين انت ماضيهم دول تلعبهم في الاهلي، هتحقق تاريخ لو قعدت 100 سنه في الزمالك مش هتحققه. فالف مبروك عليك الاهلي، ومبروك انت على الاهلي. وبس كده، لو سبت معانا في الحته دي في الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنى الحلقات الجديده. سلام.